نحكيه في موضوع هجرة الكفاءات بمناسبة اعتزام بعض النواب تقديم مشروع يحد من هجرة الأدمغة. قديش الكفاءات هذه الموجودة في المهجر حاليا التحين الأخير، قديش من تونسي قاعد يخرج سنويا في مختلف الاختصاصات. باش نحكيه في الموضوع هذا مع السيد محمد البليدي مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني. مرحبا سي محمد، أهلا وسهلا، شكرا على قبولك الدعوة. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وتحية لكافة المستمعين. نقطة منهجية خليني نبدأ بها، ربما مهمة جدا. شنو هو العمل نتاع الوكالة؟ اش قاعدة تعمل الوكالة؟ لأنه في المخيال الشعبي نتاع الوكالة نتاع التونسي لا تي سي تي، وكالة التونسية للتعاون الفني، هي بيرو شغل. معناها اللي يحب يخرج يخدم البرا باش ما معناها يفقدش الخدمه نتاعو يتعدى بكم انتوما، وانتوما اللي تحاولوا تلقاو له خدمه هل هذا العمل نتاع الوكاله ولا فما ربما حاجات اخرى قاعده تقوم بها الوكاله؟ بطبيعه الحال الوكاله ساعه قبل كل شيء هي مؤسسه يعني عموميه ترجع تحت اشراف وزاره الاقتصاد والتخطيط. والوكالة التونسية للتعاون الفني تأسست سنة 1972 وهو راهو التعاون الفني شكل من أشكال التعاون الدولي اللي القائم على العنصر البشري، واللي من خلاله يتم تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف البلدان. ومهم التعاون الفني أساسا يعني فما فهمتين أساسيتين. فما جانب اللي يهم إفادة العمل الكفاءات التونسية للخارج لسد خاصة احتياجات بعض البلدان الشقيقة والصديقة، وفما جانب آخر مهم بتاتر ما يتحكيش عليه برشا، هو إنجاز البرامج والمشاريع اللي تسهم في معاضدة المجهود التنموي لمختلف البلدان. هذا يتم عن طريق يعني تقديم المعونة الفنية لبعض البلدان، عن طريق يعني تنمية القدرات البشرية لها، عن طريق كما تنظيم الدورات التدريبية وغيرها، يعني من الأشياء اللي تساهم يعني في معاضدة المجهود التنموي. وهذا راهو شكل من أشياء التضامن يعني والتعاون اللي تقدمه تونس مع مختلف البلدان. هو تصديق قولك سي محمد، وين نسافر خاصة الدول الأفريقية ودول الخليج يقول لك يا قريت عن تونسي يا دويت عن تونسي، يا قريت عن تونسي يا دويت عن تونسي. وبالرغم معناها من اللي صار قاعدة النظرة إلى تونس نظرة مهمة ومهمة جدا. الأيامات الفارطة كنت في أثيوبيا وقابلت معناها أخ من جيبوتي، فأخ من جيبوتي حكى لي على تجربة بورقيبة في السبعينات، وقت اللي كلموا رئيس جيبوتي وقال له راهو ما عنديش عباد باش نقري أنا في 77 لأنه جيبوتي تحررت في 77، فقال له بعثنا 300 تونسي. حكاها لي الجمعة هذه معناها، وقعدت في المخيال الشعبي للجيبوتيين ويغزروا للتوانسة بصفة كبيرة وكبيرة برشا. هو صحيح كلامك، خاطر إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني جاء باش ينظم يعني العمليات التعاون مع مختلف البلدان. يعني في سنة 72 لما تأسست الوكالة كانت خاصة لتأطير عملية إفادة المتعاونين التونسيين وأساسا المدرسين البلدان الجوار، الجزائر، ليبيا، المغرب وغيرها. ومن بعد توسع وفي وصل يعني المتعاون التونسي مشى لبلدان بعيدة كما فانواتو. نفس الشيء صار زاد مع جزر القمر، يعني لما غادروا المتعاونين الفرنسيين يعني خاصة المدرسين الفرنسيين غادروا جزر القمر عوضوهم أساتذة تونسيين. وتونس يعني هذا من باب يعني التضامن مع مختلف البلدان، وهذا في سياستها يعني نتاع التعاون الدولي قائمت بالدور هذا. يعني قلت لك في وقت اللي كانت هي بدأت تحتاج الكفاءات، ورغم ذلك يعني حرصت تونس انها تبعث كفاءتها نحب نمشي معك توا للارقام، لانه الارقام صحيح في السبعينات والثمانينات والتسعينات وال2000 ومتواصله العمليه هذه، لكن اليوم ولات فما مشكل في هجره الكفاءات. باش نحكيو في الموضوع هذا، لكن ماذا بيا تعطيني الارقام الاخيره المحينه الى 31 اكتوبر 2024. قداش عنا من تونسي خرج؟ بطبيعه الحال هنا يلزمنا نسبوا الامور. راهو العباد اللي قاعده تخرج، فما شكون قاعد يخرج على اساس الوكاله، وفما شكون قاعد يخرج وحده. وبعد حين ربما باش ناخذوا نحن تصريحات من عند عميد المهندسين ومن عند لخيان زاده في عماده الاطباء، اللي هما الزوز ربما قطاعات اللي قاعده تشهد في خروج كبير وكبير جدا. بعد حين باش نوفيكم بالارقام المحينه الاخيره، لكن اعطيني الارقام اللي عندك سي محمد. قبل الارقام، هي ساعه الوكاله التونسيه للتعاون الفني مش الطرف الوحيد اللي قاعد يعني يشرف على التوظيف في الخارج. بطبيعه الحال فما مكاتب خاصه
أكثر حوالي 60 مكتب خاص مرخص فيها من طرف وزارة التشغيل اللي قاعدين يقوموا بالعمل هذايا. فما وكالة تونسية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني اللي هم بصفة عامة ناس تخرج في إطار التعاون الفني مع مختلف البلدان. نرجع للأرقام بالنسبة للعدد المنتدبين اللي تم انتدابهم للعمل في نطاق التعاون الفني إلى غاية 31 أكتوبر 2024 3198 3198 تونسي يعني تم انتدابهم للعمل بالخارج. قطاعات شنو؟ القطاعات هم قطاعات مختلفة، لكن يبقى ديما قطاعي الصحة والتعليم من أكثر القطاعات اللي فيها يعني طلب على الكفاءات التونسية. كان نشوفوا نحكيو على 24 ولا نحكيو على سنة 2024 لا وكذلك هو حتى كان نشوفوا حسب العدد. احنا عندنا تو 26,000 متعاون تونسي في الخارج خرجوا عن طريق الوكالة اللي هذم مسجلين في بنك معطيات الوكالة. 26,000 هذوما اللي موجودين. هذوما غالبيتهم ممكن حوالي أكثر من 60% يشتغلوا في مجالي الصحة والتعليم. كي تقول تعليم عالي وتعليم ثانوي ولا تعليم ثانوي وتعليم ابتدائي وتعليم عالي. تعطينا الأرقام تاع مزية. دقيقة بركة. جاب برشا ارقام معاه سي محمد فيديو برشا اوراق. باش نعطيك التوزيع القطاعي بالنسبه له. مهم جدا. هما في هذوما ارقام راهو في اخر سنه 23 خاطر الستوك ديما نحسبوه في اخر السنه. بالنسبه لقطاع الصحه 31% من المتعاونين يشتغلوا في قطاع الصحه 26,000. فما في قطاع التعليم 37% يشتغلوا في قطاع التعليم والبقيه يعني في مختلف القطاعات. لكن هذا من أكثر القطاعات المستقبل الكفاءة التونسية. فيما يتعلق بالدول اللي قاعدين يمشيوا لهم للتوانسة بالنسبة للسنة هذه نلقاو ألمانيا وهذا يعني معطى جديد. يعني كان في وقت ما كانت البلدان العربية هي الأكثر البلدان خاصة الخليجية منها من أكثر البلدان المستقبل الكفاءة التونسية. لكن قاعدين نشوفوا يعني في السنوات الأخيرة فما صعود طلبات اللي جاية خاصة من بلدان أوروبا كما ألمانيا فرنسا إيطاليا وكندا كذلك اللي ولات في أي يعني مجالات سي محمد؟ يعني خاصة في المجال الصحي وخاصة يعني زاد العدد بعد جائحة كوفيد 19. فما يعني عدة أسباب. فما أسباب ديموغرافية يعني البلدان هذه ولات محتاجة يعني لليد العاملة الأجنبية في مختلف الاختصاصات. فما مسألة زاد نمط الحياة اللي تغير بعض البلدان ولات فما طلبات جديدة خاصة من الناحية الصحية ومن الناحية العناية بكبار السن وغيرها. وهذا اللي يفسر يعني العدد الكبير اللي يتم انتدابه في المجال الصحي. نحكي لكم المجال الصحي خاصة راهو المجال الشبه طبي يعني الممرضين. احنا كان نشوفوا الوكالة اللي خرجوا عن طريق الوكالة بخصوص الأطباء مش عدد كبير. معناها كان نشوفوا طب الاختصاص إلى حد الآن خرج 88 طبيب مختص و22 طبيب عام. معناها خرجوا في 2024 في سنة 2024. المهندسين تاع مزية بالنسبة للمهندسين زاد العدد بالنسبة اللي خرج عن طريق الوكالة مش كبير. بالنسبة للسنة هذه 145 مهندس و118 مهندس بمختلف اختصاصاتهم اللي خرجوا في كامل سنة 2023. هذا هم. لكن التوزيع يعني على عديد البلدان نلقاو زاد البلدان العربية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مازال فما طلب يعني هذا تقليدية هو تقليدية وهذا يدخل زاد في إطار علاقات التعاون بيننا وبين أشقائنا يعني في البلدان هذه. سلطنة عمان مازالت عندها ثقة في الإطار التربوي التونسي وكل عام تأخذ من تونس يعني مجموعة من الأساتذة. نفس الشيء المملكة العربية السعودية في المجال التعليم العالي في المجال الصحي. يعني هذا البلدان اللي عندهم بصراحة ثقة في الكفاءة التونسية. سي محمد نحب نسألك على موضوع يتساءلوا فيه العديد من الأخيان اللي يمشيوا يخرجوا يتغربوا الهجرة البرة وهو موضوع التغطية الاجتماعية. موضوع التغطية الاجتماعية موضوع هام وهام برشا عباد يقول لك أنا عارفش كيفاش قاعد نخلص برشا كيفاش نجم نخلص من بعد كي نرجع لتونس ربما الشهرية متاعي معناها البنسيون متاعي الوقت اللي نخرج للتقاعد تولي قليلة بالنسبة اللي ناخذ فيه أنا توا. الموضوع هذا يتسأل برشا معناها من ناحية من تواسع.
هو صحيح. هو شوف معناها أي متعاون اللي يتم انتدابه في إطار التعاون الفني لازم كما نقولوا يسوي وضعيته إزاء الصناديق الاجتماعية. هذا يعني من الأول الملف يعمله في خصوص الألحاق، فما ملف يمشي معاه في خصوص التغطية الاجتماعية. هو يعني مطالب يعني بحكم القانون أنه يواصل في مسألة التغطية الاجتماعية، خاصة البلدان اللي ما فيهاش، اللي ما عندناش ممكن معها يعني اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي وفي التقاعد وغيره، خاصة مثلا نحكيو على بلدان الخليج. معناها من المفروض اللي أي تونسي يمشي في إطار التعاون الفني يسوي وضعيته، يقدم الملف نتاعو، ويعني والحساب راهو يتم على حسب راتبه اللي في تونس. يعني هذه عملية معناها بسيطة. الصندوق الاجتماعي يعمل الحساب ويقول له قداش يخلص، وكان هو يخلص يعني بصفة دورية ما يحسهاش، يعني ماهوش كما نقولوا مبلغ كبير، وهذا يحافظ له على حقه نهار آخر كما نقولوا في التقاعد، ولا يحب في التغطية الصحية لأفراد عائلته. وهذا راهي الوكالة قاعد تقوم به، وقاعد ديما تعمل في حملات تحسيسية، ويعني هذا معناه دون فاسون سيستماتيك نعملوا فيه مع كافة المنتدبين العمل بالخارج. الجانب الضريبي ما يهمهمش ولا كيفاش تتم العملية يهمهمش، لأنهم هما يخلصوا في الدول. لا هذا في مسألة التقاعد والتغطية الاجتماعية، الزوز مع بعض. هذا هو الزوز مع بعض. هو فما اختياري بالنسبة للكنام، هذاك اختياري، لكن مسألة التقاعد هذيك مسألة إجبارية، ونهار آخر باش ياخذ يعني التقاعد نتاعو لازم يصب على روحه يعني في هات نسمعوا شنو قال السيد عميد المهندسين سي كمال سحنون فيما يخص هجرة الكفاءات وخاصة العمداء في تصريح لموزايك أفام، المهندسين عفوا، في تصريح الموزايك أفام. الأرقام الرسمية الأخيرة لسنة 2023 و2022 هي 6500 مهندس قاعدين يخرجوا من تونس. الأرقام هذه هي بدأت سنة 2000 ب 971 أظن، بعد 10 سنوات ولات 2900، يعني اللي ملتيبلي بار دو، وليت 3050، يعني كل مرة كل 10 سنوات في الاثنين. يعني إذا كان ما ناخذوش إجراءات فاعلة الرقم هذا متاع 6500 مش يتصاعد بكثف كبير وكبير جدا، مع العلم أنه احنا قاعدة تونس تخرج في 8500 مهندس سنويا. سي كمال، فما إطار التعاون الفني، كيفاش نظرتكم للآلية هذه؟ احنا المهندسين اللي قاعدين يخرجوا في سنة 2023 كيف تمشي الستاتيستيك نتاع الوكالة ما تلقاش فيها مهندسين، يعني المهندسين ما مش قاعدين يخرجوا عن الوكالة، المهندسين قاعدين يخرجوا بمبادرات شخصية فردية. طوى الوقت الحاضر المهندس التونسي قاعد يمشي للعالم أجمع، قاعد يمشي لأوروبا بالباهي، أمريكا الشمالية يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكندا قاعدين ياخذوا في رقم كبير في عدد وفير، ولحق بتعليم دول الخليج قاعدة تفك في المهندسين التوانسة بصفة باش لأنهم قاعدين يطوروا في البلدان متاعهم. افريقيا قاعدة تاخذ في المهندسين اللي هما توا أساسا في المنشآت العمومية وإلا اللي هما في المقاولات. قراءتك مشروع القانون اللي أحدث ضجة كبيرة الحقيقة في البرلمان اللي مطروح اليوم بخصوص هجرة الكفاءات التونسية، مبادرة غريبة، ناس من غير مفاوض تعمل تصحيح المسار بالاستراتيجيات، تغزر تحت سقيها وتخرج لك مبادرة ما عندها حتى واقعية تنفيذ. ما يعرف حتى حد اللي قاعدين يخرجوا، وبالتالي ما يجم حتى حد يشدهم يخرجوا في المطار، لأنه القانون ما يمنحهمش من ذلك. ما تجم تشد كان المهندس اللي يجي فيه وشاية، وبالتالي يولي نهار اللي يرجع في كل شيء يولي ما مبقاش يجيك، وبالتالي حتى هيك الدفيز اللي نحكيو عليها قاعده تدخل تولي تدخل لنا، تولي المهندسين ماشي ينفصلوا على هويتهم التونسيه، وسورتو قاعدين ياخذوا في الجنسيات الاجنبيه دوب ما يوصلوا بعد سنتين ولا ثلاثه، يعني بالعربي ماشي وطنوا، كانهم يقولوا لهم لا برا وطن وغاديه وتصبح على خير. 6500 مقابل 200 واش، معناها رقم ما يقابلش بعضه بالكل. وهذاك علاش قاعدين نحكيو على كفاءات تونسيه في مجال الهندسه مثلا اللي قاعده تخرج وحدها، مش قاعده تخرج على الوكاله. ربما اللي قاعدين يخرجوا على الوكاله هما اللي يخدموا في الوزارات، معناها المهندسين اللي يخدموا في القطاع العام اساسا، لكن اللي يخدم في القطاع الخاص قاعد يخرج ربما وحده. باش نسمعوا زاده راي الدكتوره ريم غشام، استاذه في كليه الطب ورئيسه قسم برازي وعضو عماده
الأطباء التونسيين اللي خدمت على موضوع هجرة الأطباء، موضوع زاد مهم جدا. هاو شنو قالت الدكتورة ريم غشامة. الأرقام اللي عندنا من نعرفوا من 2015 ل 2021 ثم 3100 طبيب مشى، أما من 2021 ل 2024 كل عام تقريبا عنا 1000 طبيب يمشي. الأرقام توا ولات قوية تخوف. أما نعرفوا اللي احنا في تونس رانا أحسن بلاد في إفريقيا، أكثر أطباء ل 100,000 مواطن. حتى تو بهالهجرة اللي هي importante عندنا باقي عندنا assez de médecins pour البلاد نتاعنا. les résidents en médecine معناتها علاش يمشيو؟ أول حاجة قالوها هما لي كونديسيون دو ترافاي، ماهوش أول حاجة السالير. أول حاجة قالوا لي كونديسيون دو ترافاي اللي هما حتى في البريفي ولا في الببليك يقولوا مش متوفرين، على خاطر فما ساعات الدويات ناقصين، ساعات المرضى ولاو اغريسيف، ساعات المواطن ولا ما عادش يحترم بالكل الطبيب. وحاجة أخرى لازم نعرفوها اللي فما une réforme تعملت في 2016 هي لا ريفورم تاع الميدسين دو فامي. طب اللي هما كانوا يتسموا ميدسين جينيرال ولا يتسموا ميدسين دو فامي. هي بروموسيون اللي عملوا ميدسين دو فامي من 2016 حتى 2023 اكثريتهم مشاو يعملوا في سبيسياليتي اخرى في المانيا. دونك خسرنا برشا طب كما نقولوا احنا كي كانوا طب عام قبل واللي هما تو يتسموا سبيسياليست ميدسين دو فامي. وهذه حاجه زاده مخطره على خاطر البروميير لين مش تكون ما عادش تعمل في خدمتها، وكي البروميير تعمل في خدمتها السيستم الكل يتقلب الحكايه هذه. وراهو ان سيتويان سور 6 موش عايش في بلاده تاع دو بارلمون، ونعرفوا اللي 7 على 10 اللي باش يمشيو باش يرجعوا. دونك نخدموا على المستقبل، ميساج خليهم يمشيوا يتعلموا حاجات بارتيكولير، وكي يجيونا متخصصين في حاجات اللي بوتيتر ما احنا ما عملناهمش في تونس. نعطيوهم احنا تو سكي جينيرال وهما يمشيو يسو سبيسياليست دون سيغتان سبيسيفيسيتي. دونك احنا حاجتنا بالسوانيون الكل، والسوانيون الكل راهو نجموا نلقاو ونجموا نخدموا. عطيونا بركه وفروا لنا لي كونديسيون وون اي بري ا فير لو ماكسيموم. هذه كانت تصريح للسيدة ريم غشام، أستاذة في كلية الطب ورئيسة قسم بالرازي وعضو عمادة الأطباء التونسيين. نحب ناخذ رأيك ربما في المبادرة التشريعية اللي وضعوها بعض النواب. هل أنت سي محمد البليدي رئيس مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني الراجع بالنظر لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تشوف أنه هذا حل ربما للحد من هجرة الكفاءات؟ واللي راه الساعة في الأول أنه فتح باب النقاش في المسألة هذه مهم، خاصة لما تطرح المسألة كسوا على مستوى مجلس النواب، كسوا على مستوى يعني الهيكل المهنية. مهم أن الظاهرة هذه ندرسوها ونشوفوا يعني مختلف جوانبها. انت كما تعرفوا يعني كظاهرة هذه ظاهرة هجرة الكفاءات يعني فيها اشياء ايجابية واشياء سلبية، لازمنا نعملوا مع بعضنا في اطار يعني خاطر المسألة بصراحة حساسة ومسألة تتطلب يعني دراسة عميقة من جميع الجوانب، خاطر فما عديد الاشكال للهجرة. يعني الناس قاعدة تخرج بشتى الاشكال، فما شيء عن طريق التعاون الفني كسوا في مهام طويلة مهام قصيرة، والا فما ناس قاعدين يخرجوا بمفردهم، فما ناس يعني فما عديد الاشكال. بالنسبه فما ناس حتى تخرج وهي قبل ما تكمل قرايتها بالنسبه لبعض الاطباء. لكن هذه ظاهره مهمه ولازم احنا نشوفوا كيفاش نعملوا باش نحدوا من الاثار السلبيه ونحاولوا في المسائل الايجابيه زاد نستغلوها ونشوفوا كيفاش. واحنا على مستوى الوكاله راه قاعدين يعني نقوم بدور في مساله يعني كيفيه حوكمه النشاط هذا، وخاصه نحن نحاولوا باش نوفق ما بين الاحتياجات الوطنيه، ونعرفوا اللي هذا ممكن. كيفاش توفقوا بين الاحتياجات الوطنيه؟ تنجم تجي اليوم مثلا دوله معينه طالبه 1000 طبيب تقول له انا راني ما نجمش نعطيك 1000 طبيب. نجموا قاعدين نقولوا فيه احنا توا حتى مع الجانب الكندي تحدثنا مع وزاره الهجره بالنسبه لمقاطعه الكيباك في خصوص كل ما هو يعني طلبات بالنسبه لهم. قلنا لهم فما طالبين خلينا نفهم هما يطلبوا برشا حاجات، لكن احنا قلنا لهم فما احنا دي ميتي اون تونسيون نسميهم، يعني بعض المهن اللي ماذا بي ما يمسهم ليش، خاطر فما حاجات اللي احنا ممكن في نوصل ماذا بيك ولا تمنعوا باش تقول له لا راه هذايا شوف نقول له ما تنسيش كي نقول له انا كي نحطها في اكور نقول له لي ميتي اون تونسيون هذوما راني نعلمك بهم وماذا بي ما تطلبنيش فيهم،
ينجم يمشي معايا في الموضوع ويلزم يمشي معايا في الموضوع. خاطر شوف احنا ماذا بينا علاقه راهي تكون متكافئه ومتبادل منفعه مع مختلف الشركاء. احنا نعرفوا اهميه لا بلغه ربما يتزازاو اولاد الدار ومن بعد بطبيعه الحال نحكيو بطبيعه الحال اخي احنا عندنا وفي نفس الشيء زاد نشوفوا على مستوى الشكل زاد من العلاقات تكون علاقات شراكه متبادل منفعه، تكون فما يعني فيزيبيليتي في خصوص التعاون، شنو هي الاحتياجات وشنو الامكانيات، فاش احنا زاد ممكن نستفيدوا في التعامل، خاطر هو تعامل بين طرفين، هما يحتاجوا الكفاءة التونسية واحنا ممكن زاد نحتاجوا. هذا هو التعاون اللي يكون يعني متبادل بين الطرفين. هذا هو احنا هذا حارسين عليه وان شاء الله، وهذا مطروح راهو للنقاش. مسألة حوكمة نشاط توظيف بالخارج، احنا تعرف التعاون الفني صحيح عندنا بعض الالتزامات مع بعض البلدان خاصة الشقيقة والصديقة، وهذا عادي باش يكون فما تعاون. واحنا في وقت معين تونس زاد استفادت بالمتعاونين الاجانب في الينيت، كانوا يقريوا من اوروبا الشرقيه وغيرها. هذا في السبعينات والثمانينات. لا قبل نحكي لك كيما من اوكرانيا وجاوا من روسيا، فما بعض البلدان الشقيقه اللي ممكن تحتاج لها واحنا قاعدين نعاونوا فيهم من الناحيه هذه. لكن الاتجاه العكس ما فماش. الاتجاه العكس اليوم فما ما طلبات. لا لكن احنا عندنا مسألة أخرى اللي تحدث فيها قبيلة، مسألة التعاون جنوب جنوب اللي قاعدة تقوم به الوكالة، اللي هو زاد قاعدين فما ناس بشكل آخر، معناها قاعدة ناس تمشي في مهام قصيرة المدى. وحتى راهو شوف حتى شكل تو التعامل مع الخارج تغير مع التطور التكنولوجي والتقني. تو فما ناس قاعدين يزديوا في الخدمات ويخدموا مع الخارج من غير ما يتنقلوا. راه معناها هذوما كيفاش باش نعتبروهم هجرة الكفاءات وهما في معناها المسألة راهي ماهيش بسيطة. معناها ماذا بينا نتعمقوا فيها أكثر، ماذا بينا احنا نمشيوا في حلول أن بين سور تحافظ على المخزون يعني من الموارد البشرية متاعنا واللي هو مهم في المجهود التنموي، وفي نفس الوقت نشوفوا كيفاش نتعاون مع الظاهرة هذه اللي هي زاد فيها برشا إيجابيات. أنت كما تعرفوا بلاد كما الهند راهي استفادت برشا من وجود جاليتها. احنا مهم زاد باش يكون عندنا كفاءات متميزة في بعض البلدان، مهم زاد اللي كفاءاتنا لما تتعرف على يعني تقدم تكنولوجي وطرق يعني تصرف جديدة ويعني عديد الأشياء مهمة حتى كي يرجعونا في استثمار ولا وتوا ولا تشوف ولا فما تواصل مع التطور التقني والتكنولوجي. يعني المسافات راهي قربت ياسر، معناها نجموا احنا نستفادوا منهم الناس اللي قاعدة تخرج البر، وهذا إن شاء الله نعملوا عليه وإن شاء الله بأكثر يعني تحسيس للفئة هذه لمعاضدة مجهودنا في تونس للتنمية. تحية لكفاءتنا في المهجر لأنهم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وكبيرة جدا على كل المستويات، وخاصة في مستوى التحويلات المالية، لأنه أول مدخول بالعملة الصعبة في تونس منذ سنوات هما تحويلات الكفاءات في المهجر. فياريت ربما ما نجازيوهمش بالمثل هذه التشريعات، ولو أنه سيساهم كما قلت سيادته كما قال زاد النائب المحترم قبلك يتحل حوار وطني في هذا المجال. ولكن راهي العملية مش بوضع ربما مراسيم على الهجرة متاعهم، بالعكس نحاولوا نجيبوهم، نحاولوا نستقطبوهم، ونحاولوا نقولوا لهم أنه كما عملوا الهنود وكما عملوا الصينيين ولاو قوة كبيرة وكبيرة جدا تبيع تونس بالمعنى الباهي البرة وتجيب زاد استثمارات لتونس. شكرا لك سي محمد البليدي مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني، بارك الله فيك على كل هذه المعطيات. ميديكو وفات